عندما يرحل انا ماشي بقى وشوفوا بقى هتاكلوا منين. ليه؟ احنا بناكل من بيت ابوك، يعني ايه هتاكلوا منين؟ هو النادي ده مش ليه دخل، ليه رعايه، ليه ناس بتشتغل فيه، في دوله، هو مش ملك مرتضى وابنائه. زهقنا بقى بجد، عايزين نعرف ايه الحكايه. لو هو خلاص قدرنا، خلاص هنعمل ايه؟ يفضل يقع النادي بقى كده على طول. هل في يعني انت مثلا عايز تقول لي، انا عايز بقى اتكلم يعني انه الخطيب ممكن يعامل العمري فاروق كده؟ ابدا. خالد مرتجي ممكن يتعامل؟ ابدا. في مجلس اداره في الاهلي، في مجلس اداره في فيوتشر، في مجلس اداره في بيراميدز. انما احنا عندنا ايه؟ مرتضى منصور وابنائه بس، واللي عاجبه مفيش فلوس. جاله والله العامل الغلبان قال له بقول لك ايه؟ امشي من هنا. بس هتقبض منين؟ هقبض منين؟ وانا بقبض من جيبك؟ ده عامل في الدولة. استنوا بكرة حلقة على اليوتيوب هنعرف فيها عمرو أديب والدته اسمها ايه، خالته اسمها ايه، في شراب كانت والدته عمالة تدور عليه مش عارفة هو فين، هنعرفه. ده انت الموسيقار هيعمل منك بطاطس محمرة. والله بدعي لكم يا أستاذ عمرو، كل يوم بدعي للنادي الاهلي هو واللي زيه ان شاء الله ربنا يكرمه كرم كبير. بص لو من قلبك بجد يبقى من قلبي من قلبي. يعني ربنا يجيب الخير يا رب. احنا يعني دعوات كل يعني المصريين ودعوات جمهور الاهلي الغالي على القلب، وان شاء الله كده باذن الله يبقى التوفيق حالفنا كده ان شاء الله باذن الله. احنا في الاخر بنمثل مصر، وفي الاخر بنلعب مباراه مهمه جدا من مباراتين مش مباراه واحده. عندنا لازال مباراه في المغرب، ومباراه بتبقى مهمه طبعا. طب ان شاء الله بالنسبه للمغرب يعني هتقدروا تاخدوا عدد من جمهور الاهلي معاكم ويتم توفير تاشيرات ليهم؟ في حاجات بتتنظم، بس انا عايز اقول على حاجه، هو اوريدي التاشيرات المغربيه سهله جدا للي معاه شنجن، لانه اوريدي بيبقى في تملي ساعات تخوف ان اي حد يسافر ويعني يخرج عن الاطار ويطلع لاوروبا بالمخالفه، تمام. فاللي معاه شنجن اوريدي بيقدر ياخدها اونلاين على فكره، وبتجيله في خلال 48 ساعه. ده جمهور النادي الاهلي ده كريمه الكريمه، يعني اكيد كلهم معاهم شنجن. لا انا بتكلم بشكل عام على ان الناس اللي عندها القدره انها تسافر. طبعا الكلام ده مش ليا وليك، احنا بتوع اسلام الشاطر اللي كل شهر ندفع 1000 جنيه لسه بنسدد في الفلوس بتاع ماتش الوداد بتاع السنه اللي فاتت، بقينا من الغارمات عشان الاهلي ياخد الحدات 10. احنا لا نعرف شيء عن نادي الزمالك، يعني نادي الزمالك هو صندوق مغلق في منزل مرتضى منصور، نقطة أو هو وولاده، يعني هم اللي بس يعرفوا. وهذا أمر غير مؤسسي، لأنه النادي ده مش بتاع حد، ده بتاع الدولة. ولما بتكلم على نادي الزمالك بتكلم على الشعبية الثانية، مش هقول الأولى، ولكن إنه يتساب كده، إنه يتبهدل كده، إنه يتكسر كده، إنه يبقى مش لاقي ياكل كده، لا. هذا يعني احنا بنتكلم على نادي اخر بيعمل الفرع الرابع ليه، واحنا مش عارفين نعمل الفرع الثاني. احنا رئيس النادي المعزول كان بيمشي في النادي يجي له الموظفين يقول له انا اسف هقبضك منين؟ ده بيكلم ايه؟ عامل من العمال، قال له امشي كده، انا ما حدش كلمني على مرتبات، روحوا شوفوا هتجيبوا مرتباتكم منين. طيب ماشي، انت معزول وانت لا تريد، طيب ماذا سنفعل للزمالك؟ تزود، ده انت الموسيقار هيقول اسم والدتك سداسي، هنعرفه بكره ان شاء الله، هيعمل منك فارم فريتز. اسبابي. فانت شايف ان رئيس النادي ده ديمقراطي؟ والله شوف، انا في الغرف المغلقه ده اللي ديمقراطي، ما اقدرش اقول لك يعني غير كده، عشان دي امانه انا بشهدها امانه. اما هو بقى بيدير بشكل كذا، ده قصه ثانيه خالص. لا مش فاهم الجمله الاخيره. يعني هو لو بيدير مثلا او متصدر صوره اعلاميا، يمكن انا مره في المرات قلت له يا سياده المستشار يا ريت تبعد عن الاعلام شويه، يا ريت تسيب قال لا انا ما تقولش كده، انا ما ينفعش كذا، انا احب. يا فندم المؤثرات الخارجيه ليها دور كبير جدا، سواء يعني انا مثلا في جمهور مثلا بيشتم او كده، الجمهور ده اصلا بحاله، انا مش لا يمكن انا مثلا ابقى مع الجمهور طب ما هو هيشتم رئيس احسن نادي وهيشتم كذا. لكن لو انت متوج، انا دايما بقول انا بشتغل في السياسه وبشتغل في الرياضه. ايوه طبعا، انا ما شفتش ولا حد هيقول لك انا ما شفتش، يعني مثلا تقول لي اصعب تعامل السياسه ولا الرياضه، اقول لك لا اصعب الرياضه طبعا. الرياضه طبعا. كرة جت في العارضه ضعت
كوره جت في الجون خلوك يا عم العظمه لله وحده. بعد رحيل عصام فتاح متمرمطين، لا في احتواء ولا روح بروتوكول. من الواضح بعد رحيل عصام فتاح الوضع في الزمالك صار سيئا. حسنا نتمنى لهم الأسوأ. صار سيئا، ده صار سلامة. لو بكرة لا قدر الله، شوفوا لا قدر الله في أي حاجة أنت عندك مشكلة، إنما هو ماتش بكرة القضية ممكن، بكرة القضية ممكن. طبعا الكورة ما فيهاش مستحيل وممكن نعوض، ما تحطش دماغك في الموضوع ده. انزل إن هو ده الماتش الأخير، انزل وخلص، لأن هو ده الماتش اللي هيخلص كل حاجة. هناك الموضوع صعب شوية في المغرب، المغرب مش سهلة. فلو سمحتم لو عايزين تكسبوا هو النهائي بكرة، مش بعد بكرة ولا بعد بعده. والأهلي بسم الله ما شاء الله في أحسن حالاته، كهربا في أحسن حالاته، الشحات في أحسن حالاته، شريف الحريف في أحسن حالاته، كله حالاته بلاته كله تمام. وأبا ما بيلاش غير من النبارين دول. ربنا يستر علينا من جمعية العيون كلها بصاصة خلق عايزة في عينها رصاص. أنا ما شفتش يعني مثلا تقول لي أصعب تعامل السياسة ولا الرياضة، أقول لك لا أصعب الرياضة طبعا. الرياضة طبعا. كرة جت في العارضة ضعت. كورة جت في الجون خلوك وزير. يشيلوك من الغزير. طب وانت لما قلت له بلاش الظهور عادي خدها بساعة رحب، وكان حتى انا قلتها في وسط المجلس كلنا يعني. لا انا ما ينفعش بيه وبتاع وما اعرفش ايه. قلت له انا بقول لحضرتك كده. طب ما قلتلوش انه ازاي كل ليله بيطلع في قناه الزمالك هو بس والناس كلها اللي قاعده يقعد يقول لهم كلام؟ انا ما بطلعش في الاعلام كتير. اما انا بسالك، انا عايز اعرف بتتكلموا ازاي يعني. قليل. انا يمكن بيتصلوا بيا احيانا في قناه الزمالك، احنا عايزينك النهارده. لا انا اسف مش بحبش اطلع في الاعلام. لا اقصد انت ما قلتلوش انه ما فيش حاجه كده. ما انا قلت له اهو. قلت له وقف في الاعلام شويه يا سياده المستشار، على اساس ان انت في بعض الموضوعات انت بتتكلم بتشغل تنجرف في حاجات تانية يعني، مش حاجات اللي اصليه احنا بنشتغل. الراجل يا عيني حتى بعد ما اتعزل ومشي مش عارف يقول عليه كلمتين. قال لك انا قلت له يا سياده الموسيقار، انا كانوا بيطلبوا لي وكنتش برضه اطلع، بس انا والله العظيم قلت له انا اسف. حقنا كجمهور الزمالك، من حقنا كمصريين وكدوله، نادي عريق هام اتخطف ولا تستطيع ان تتحدث، محدش يقدر يتكلم. ليه؟ هو في ايه؟ ما نتكلم بقى ونفهم ايه اللي بيجرى جوه النادي. الاول انا مش هاممني مرتضى منصور، معزول خلاص ماشي، وانتخابات يدخل يكسب يخسر، انا عايز اعرف ايه اللي جوه النادي ده العظيم ده، التاريخ ده. ليه احنا بقينا في الحضيض وكل ما نتكلم يقول لك اصل فلوس محجوز عليها؟ اني فلوس؟ طب وهي الفلوس دي بس اللي عندنا ولا عندنا فلوس تانية؟ محدش يعرف حاجة. اتحدى حد يعرف رقم، اتحدى حد يعرف معلومة، محدش يعرف حاجة خالص. وعندما يرحل انا ماشي بقى وابو شوفوا بقى هتاكلوا منين؟ ليه؟ احنا بناكل من بيت ابوك. اوبا، ده احنا بكره هنعرف اسم الوالدة والجدة والخالة والعمة خماسي، هنعرفه لغاية اخر السلسال. ده انت صعبان عليا اللي هيحصل فيك انت ولميس. يا لميس كنت عقلتي قولي له صلي على النبي كبري في ودنه. تقوم خناق ليه؟ استاذ خالد درندلي مش عايز استاذ جمال علام هو اللي يسافر. وانت ليه تسافر يا استاذ جمال؟ مش انت عندك البطوله، انت حضرتك في اللجنه المنظمه بتاعت البطوله العربيه للصالات. طب ليه انت ما تسافرش؟ ليه انت اللي هتسافر؟ يا انت يا استاذ جمال انا بحكي لك بقى، خد بقى الكواليس، لان الخناقه كانت خناقه حلو من اللي قلبك يحبها. فقال له انت ليه تسافر يا استاذ جمال؟ يعني انت حضرتك تبقى في السعوديه وعندك البطوله، حضرتك مش المفروض تبقى موجود؟ من كام يوم يعني من فتره كده قال والله بص ساعتها ربنا يسهل. فجاله تاني قال والله ايه الموقف؟ هنعمل ايه؟ فقالوا لا ما انا مسافر. قال له طب تسافر ليه؟ قال عشان رئيس الاتحاد. قال له ما انت رئيس الاتحاد بس انت موجود في البطوله العربيه لكره الصالات. قال له ماشي ايه المشكله؟ قال له طب ما هو في منتخب مصر. قال له ماشي بقى ايه المشكله؟ هروح يا سيدي البطوله العربيه واطلع منها على المغرب وبعدين ابقى ارجع تاني. قال له بعدين ترجع تاني المغرب علشان ماتش غينيا؟ قال له ايه المشكله؟ وبعدين يرجع تاني جده؟ قال له يعني ايه المشكله؟ فقال له طب وازاي وليه؟ استاذ خالد درندلي هو
عايز يعمل حته ايه اللي هي امريكاني، عارف انت الحته بتاعت زمان ديت اللي هي ايه، حته كده، وعايز يبقى موجود، فاهمها انت من الحته النفسيه، خاصه اذا كنت اهلاوي فهتفهمها. هو عايز يبقى موجود بدافع انه الاهلي موجود في النهائي. رئيس البعثه كابتن محمود الخطيب، انتوا ما خدتونيش معاكم في الطلعه اللي فاتت دي في مجلس الاداره وجنبتوني على جنب، بس انا جيت نائب رئيس اتحاد وقاعد اهو في المقصوره اهو نائب رئيس اتحاد كوره، وجاي حاضر كمان عن الاتحاد المصري لكره القدم، فانا يعني انا ما اتاثرتش حته كده. الدرندلي عايز يعمل واحده انا حسن الهلالي. لا تبقى الفيديو ولا الفيديو اللي حضرتك انت برنس البرانيس المستبرته بس تفستسنسه. انت اتاكد انك مدينا لايك، ما تديني فيديو مشترك في القناه، ما تجرس في كل شر على كل مكان، واستنونا نهنوها في فيديوهات كتير. نار بنار. سلام.